السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبة لكم كتاب غاية في الأهمية بالتزامن مع فيديو أكبر عقبة في طريق التغيير، دور الضحية، اللي احنا نزلناه على قناتنا، وهسيب لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. ملخص الفيديو كان بيتكلم عن الشخص اللي مش راضي يتغير أو مش عارف يتغير بسبب إنه دايما حاطط نفسه في دور الضحية. دايما شايف إن اللي هو فيه ده وصله بسبب ظلم وقع عليه، أو تربية خاطئة، أو أذى نفسي من أشخاص خارجيين هو ملهوش ذنب فيه، وبالتالي واقف في نقطة الصفر، مش قادر ياخد أي خطوة في طريق التغيير. كتابنا النهاردة بيتكلم عن الشخص ده بأسلوب شيق جدا وبطريقة تفاعلية عملية. الكتاب اسمه ملحمة الصمود للكاتب أحمد الشحات. فيلا بينا نبدأ. أولا هتبدأ تفهم أنا قصدي إيه بمجرد ما تقرأ مقدمة الكتاب، واللي الكاتب بدأ كلامه فيه عن بطل شاب تعرض لأقصى أنواع الظلم والكره والفقد والخوف والفتن، وكل المحن اللي توصله إن يطلع شخصية مشوهة كارهة للمجتمع، معتدي على الآخرين، بيحطم نفسه، بيدمر اللي حواليه. ولكن المفاجأة إن الشخص ده طلع شخصية متزنة، سوية، هادئة، إيجابية. هذا الشاب البطل هو نبي الله يوسف عليه السلام. وكما قال الكاتب: أحيانا يكون القليل من الألم موصلا للمزيد من النعم، ولله في ذلك حكم، ويصل إدراك بعضها بالقليل من التأمل. وكما قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وبعد لما نخلص المقدمة، الكاتب مقسم فصول كتابه بأسلوب جديد وفريد من نوعه، فعامل كل فصل عبارة عن مشهد من قصة يوسف عليه السلام. فبيبدأ المشهد كما وصفه القرآن، ويقوم بسرد آيات الرحمن، ومن ثم يبعث الكاتب الرسائل المستفادة من بين سطور المشهد. ومش بس كده، لأ، ده عامل ربط بين القارئ والكتاب، عبارة عن تطبيق عملي في صورة أسئلة بعد كل مشهد، عشان يخليك تعرف انت فين من المشهد ده، ويخليك تحس بملامح حياتك، وتبدأ تربط بين واقعك والقصة والعبرة المستفادة منها في تطبيق عملي متميز. بصراحة أول لما شفت الكتاب وبدأت أتصفح بين طيات أوراقه، قلت لازم أقول لكم عليه. هيفيدكم جدا في التخلص من الركام المتواجد في قلوبكم بسبب قسوة الزمان ومن مر بحياتكم، فلربما يكون سلاح مفيد في رحلة تغيركم. وأخيرا أذكركم أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلتجعلوا رمضان انطلاقة ونقطة البدء والتغيير. ولو عايز تتغير أبشرك إنك هتوصل. دمتم في أمان الله. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.